في لحظة معيّنة في حياة الإنسان بتكسر فيه حاجة بتخلّيه يتحوّل لحاجة تانية، مخلوق تاني ووشه نفس الوش، لكن كلامه مش نفس الكلام، لكنه من جوّاه حاجة سودا، كإن قلبه مات من سنين ودمه بقى بارد، كإن الزمن جوّاه وقف. اللحظة ديّة مش لازم تكون حادثة أو خيانة أو ظلم، ممكن تكون اختيار، اختيار إنه يقتل بس مش مجرد القتل لأ، عشان يعيش جوّه حياة غيره، وده بالضبط اللي عمله قذافي فراج عبد العاطي، اللي التاريخ هيُقف قدّامه مش باعتباره مجرم لأ خالص، ده كان ممثل وشيطان وطبيب نفسي وجلاد قانوني، وأكتر من ده كله كان شخص بيعرف يلبس أي وِش في أي وقت، ويمشي وسط الناس عادي كإنه واحد منهم. قذافي أو سفاح الجيزة ما كانش ساذج لأ، ده كان عبقري وكان بيكدب الكدب وبيخلّي الناس تصدّقه، اللي قتلهم وبيطبطب على أهاليهم وبيواسيهم بدموع كدابة، اتربى في بيت عادي وما فيش حاجة تقول إنه هيطلع سفاح ولا إنه هيمشي على دم الناس، حرفيًا دخل كلية الحقوق وكان من أوائل دفعته وبدأ يلف ويدوّر ويفتح شغل وياخد من دوّة ويحط على دوّة، لكن جواه كان في فكرة واحدة بتكبر كل يوم وهي أنا أقدر أبقى اللي أنا عايزه حتى لو دوّة معناه إن اللي قدّامي لازم يموت، وبدأت الحكاية وأول ضحية ليه كانت أقرب الناس لقلبه، صاحب عمره وهو اسمه رضا، صاحبه دوّة شاركه في كل حاجة، أكل، شرب، سهر، خروجات، كل حاجة، رضا كان عنده فلوس وقذافي شايف إن الفلوس دي فرصته يعيش حياة مختلفة، دعا رضا لشقته اللي لسه شاريها وقدّم ليه عصير فيه منوّم واستناه يغيب عن الوعي، وبكل برود ضربه على دماغه بحديدة وفضل يضرب فيه لحد ما دماغه اتفتحت، بس ما اكتفاش كده لأ، جاب أدوات حفر وفتح الأرض بنفسه ودفنه وقفل عليه ورجع فرش الشقة تاني وكأن ما فيش حاجة حصلت، الشقة اللي الناس بعد كده اشتكوا من ريحتها كانت شايلة جثة واحد اتقتل على إيد صاحبه، مش بسبب خناقة لأ، ده بسبب طمعه. للأسف ما اكتفاش بكده لأ، خد خط التليفون وبطاقته وبدأ يرد على اللي يسأل على رضا ويقول لهم إنه مسافر شغل وهيتكلم قريب، وبدأ فعليًا يعيش بشخصيته ويتكلم باسمه ويقابل الناس باسمه ويشتغل باسمه وياخد فلوسه، والناس صدقوه لإن ما فيش سبب إن هو يكون أي حد تاني، هو قذافي بس لابس وش رضا. المرحلة التانية كانت أسوأ وهي قتل مراته فاطمة الزهراء اللي كان بينها وبينه 10 سنين وبيت وعيّل، بدأ يحس إنها ممكن تبقى خطر، ممكن تفضحه، خصوصًا إنها كانت بتحس إنه متغيّر وبتقلِّب وراه، مرّة برّه، مرّة سايب البيت، مرّة في شغل، مرّة سايب شغله، وببساطة قتلها هي كمان بنفس الطريقة وبنفس الهدوء المنوّم وضربها وحطّها في الحُفرة واتردم عليها. وسكت وعاش حياة عادية جدًا، وبدأ يبلّغ أهلها إنها سافرت، وإنه مش عارف هي راحت فين، وهو فعليًا كان عارف، كانت تحت رجله في نفس الشقة نايمة جوّه البلاط، بعدها دخل في علاقة جديدة مع نادين، بنت بريئة وحبته بصدق وساعدته وكانت بتُقف معاه، وكانت بتحلم إنها تتجوزه، لكن نادين كانت ذكية، كانت بتسأله كتير وبتفتش، وكانت بتلاحظ تناقضات. وساعات تسأله على حاجات وهو يدوّر في دماغه على إجابة، خاف منها وحس إنها خلاص عرفت، فقرر يتخلّص منها، خدها قال لها تعالي شوفي شقتي الجديدة هناك في مخزن في بين السرايات، ضربها وقتلها وربطها ودفنها وسط المخلفات وسابها هناك، وكل دوّة ولسه بيضحك ولسه بيرد على التليفونات ولسه بيكتب بوستات دينية ولسه بيقول للناس إن ربنا بيحب الطيبين، مفيش حدود لما يكون اللي بيقتل نفس اللي بيقتل علشان الدم دوت بيقتل علشان ياخد حياة حد وياخد اسمه وياخد مكانه. وفي مرة كمان خد بطاقة صاحبه اللي اسمه محمد مصطفى وبدأ يعيش باسمه ويتجوز باسمه ويدي دروس دينية في الجامع باسمه، بقى كل واحد منهم وبقى له أكتر من بيت وأكتر من شغل وكل شخصية ليها تفاصيل وليها ناس بتثق فيها، وفضل عايش كده سنين طويلة جدا. بس في يوم حد فيهم اختفى، أخت نادين بدأت تدور وسؤال ورا سؤال بدأوا يشكوا والشك دوت دخل النيابة
والنيابة بدأت تحقق، وطلعت صور ولقوا جثث، والشقة فيها رخام مكسور وريحة غريبة وبلاط مرفوع وتراب متغير. لقوا رضا ولقوا فاطمة ولقوا نادين، لقوا كل الناس اللي اختفوا، وبدأت تتفك الخيوط. اللي اكتشفوه كان مرعب أكتر من القتل نفسه، إن كل دوت حصل من غير صرخة، من غير شقة، من غير صوت يطلع من أي حيطان. إن في واحد عايش وسطنا كان بيقتل ويدفن وياكل وبيصلي وبيضحك كمان من غير ما حد يشك فيه. وفي التحقيق قال جمل باردة كأن الموضوع عادي: أنا اللي كنت بساعدهم إنهم يرتاحوا. ولما اتسأل عن ليه قتل صاحبه قال: الفرصة جاتلي وأنا للأسف خدتها. وكل واحد منهم قال عليه كان غلطان إنه وثق فيا. في المحكمة الناس كانت مش مصدقة، الراجل ده لابس بدلة ومنظم وراسه مرفوعة كأنه داخل يستلم جايزة، مش يتحاكم على جرائم قتل. وشوش أهالي الضحايا اتكسرت، واللي قال فيهم انهار، فيهم اللي عيط وفيهم اللي اتجنن، وإحساسهم واحد: إزاي كنا عايشين وسط وحش بالشكل دوت؟ إزاي دخل بيوتنا، أكل معانا، اتصور معانا، وإزاي أصلا فضل سنين طويلة بينا من غير ما نحس؟ المحكمة حكمت عليه بالإعدام، مش مرة لأ، أكتر من مرة، لأنه قتل ويختفي ويزور وخدع ناس كتير ودمر. بس الإعدام بالنسبة ليه ما كانش كفاية، لأن الأسئلة لسه مفتوحة. يا ترى كان ناوي يقتل مين بعد كده؟ كام شخصية كان لسه مجهز ليها بطاقة وسيناريو؟ كام واحد ضحك في وشه وهو بيحضر له الحفرة وما كانش اتكشف؟ كنا هنشوف جرايم أكتر وناس تانية تموت وهويات تانية بتتسرق. بس انت عارف ايه المرعب؟ مش اللي عمله، المرعب انك تكون شفته او اتكلمت معاه او مر جنبك وكنت شايفه بني ادم طبيعي. سفاح الجيزة ما كانش بيقتل علشان ينتقم ولا حتى عشان يسرق، ده كان بيقتل علشان يبقى. وديت اكتر حاجة تخوف، ان اللي قدامك يقرر ياخد حياتك، مش بس ينهيها لكن يلبسها ويعيشها وياخد مكانك وينساك. وساعتها تبقى انت اللي اختفيت وهو اللي فضل. لكن اللي محدش فهمه لحد النهاردة هو ازاي كان بيقدر يعيش كذا حياة من غير ما أي حد يشك فيه ولا يتلخبط. يعني مثلا يا صديقي يقعد مع ناس من حياة محمد الصبح، ويتغدى مع ناس من حياة رضا العصر، ويرجع ينام بشخصية قذافي، وفي الآخر اليوم من غير ما يحس إنه بيتجنن. ولا هو فعلا كان مجنون ولا كان واعي بكل تفصيلة بيعملها؟ اللي يعرفه بس هو والحيطان اللي شافت والبيوت اللي دفن فيها جثث والمخازن اللي اتحولت لقبور من غير شاهد ولا جنازة ولا حتى دمعة. بس قبل ما ينفذوا فيه حكم الإعدام ضحك ضحكة بسيطة وقال: أنا مت قبلهم، أنا كنت بس ببدل هدومي. وسابهم في صمت وهم مش عارفين هل فعلا ده مات ولا لسه عايش في وش حد تاني ومحدش واخد باله خالص منه. ودلوقتي أنا محتاج رأيك يا صديقي: هل فعلا لو السفاح الجيزة دوت أو أي سفاح تاني طلع في الفترة اللي احنا فيها ديت وبقى مشهور ومر من جنبك، هل هتتعامل معاه ازاي؟ وبس كده، سلام.